تخيل فريق يوصل لنهائي بطولة ويضيع ضربات الترجيح عن قصد، أما الحارس ولا كرة حاول يصدها. ليش؟ لأن كل شيء كان واضح. في آخر ثانية بالمباراة كاراكاس يسجل هدف صحيح 100%، ما في تسلل. الإعادات تفضح الحقيقة، لكن الحكم يلغي الهدف، تسلل وهمي. وما يوقف هنا، يطرد اللاعب اللي سجل الهدف بس لأنه احتفل واعترض. في هاللحظة لاعبين كاراكاس فهموا المباراة هذه منتهية قبل ما تبدأ، فقرروا يرسلوا رسالة في ضربات الترجيح: تضييع متعمد والحارس ما يتحرك. رسالة واحدة: هالمباراة فاسدة وإحنا نرفض نكمل الكذبة، وهذه مو أول مرة. في فيتنام لونغ آن يلعب على البقاء، النتيجة 2-2 بالدقيقة 90. الحكم يعطي بلنتي خيالي للخصم. وش يسوون؟ يوقفون اللعب، يتركون الكرة، الحارس ما يتحرك، هدف. وبعدها يخلون الخصم يسجل بدون مقاومة. النتيجة 5-2. فرق تختار الخسارة ولا تقبل الظلم.